الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضيلة الشيخ دكتور بابا سانكون سيسي، مدير ورئيس جامعة الإحسان ببنجلوندين والمشرف على دعاة الوزارة الشؤون الإسلامية في غامبيا، فضيلة الشيخ سعود العنزي من المملكة العربية السعودية، والشيخ فارس الزهراني من المملكة العربية السعودية. أيها الحفل الكريم، الأئمة والدعاة والخطباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في اختتام هذه الدورة العلمية لتأهيل الأئمة والدعاة والخطباء التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع مكتب الملحقية التابع لسفارة خادم الحرمين الشريفين بدكار السنغال، وبتنسيق مع المجلس الإسلامي الأعلى باستضافة جامعة الإحسان. والدورة شارك فيها أكثر من 80 داعية من أئمة وخطباء من مدراء الجامعات ومحاضري الجامعات وأئمة المساجد ودعاة من مختلف المساجد والجمعيات الإسلامية في دولة غامبيا، واستفدنا خلال هذه الأيام. فها نحن اليوم في حفلة الاختتام، والبرنامج كالتالي: نفتتح هذه الحفلة بتلاوة آية من الذكر الحكيم يتلو على مسامعنا الطالب أبو بكر سنور، فليتفضل مشكورا. أبو بكر سلة. نعم، أبو بكر سلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا.
كلمة الجهة المستضيفة للدورة، كلمة جامعة الإحسان يلقيها رئيس الجامعة والمشرف على دعاة الوزارة دكتور بابا سامكون سيسي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سعادة الأستاذ الدكتور سعود بن ملوح العنزي، الأستاذ فارس بن محمد الزهراني، رئيس الجلسة الشيخ محمد بن صالح با، أيها الحضور الكرام، أيها الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم المشاركون في هذه الدورة العلمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في الجلسة الختامية لهذه الدورة بعد أن أمضينا 3 أيام نعيش في ظلال هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولا شك أن كل من شارك في هذه الدورة قد استفاد استفادة عظيمة، وسوف نخرج كلنا بعلم عظيم حول منهج أهل السنة والجماعة في تلقي الدين والاستدلال على المسائل العقدية. فهذه الأيام بحمد الله تعالى قد ازدانت أروقة هذه الجامعة، جامعة الإحسان، كعادتها في استضافة مثل هذه الدورات العلمية المباركة. ونحن بهذه المناسبة نتقدم بشكر الله والثناء عليه بما هو أهله، وبعد ذلك لا يسعنا إلا أن نشكر ذي الفضل فضله، وأن نعرف لمن له الفضل ذلك الفضل، لأنه لا يعرف الفضل لأهله إلا أهله. وفي مقدمة أولئك خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على إذنهما بل وبأمرهما بإقامة هذه المناشط العلمية في أرجاء العالم. ونحن في غامبيا ولله الحمد والمنة قد حظينا بهذه الدورات أكثر من مرة، وهذا يعني أن خادم الحرمين الشريفين ممثلا في وزارة الشؤون الإسلامية التي يرأسها الأستاذ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ورعاه لا يألون جهدا في نشر المنهج السلفي المبارك وعقيدة الإسلام الصحيحة المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع بعد المسافات بين غامبيا والمملكة العربية السعودية فقد عرفوا أن لهم إخوانا تربطهم بهم الأخوة الإيمانية، أخوة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والمنهج السلفي الصحيح. ولذلك يحرصون دائما على إرسال الأساتذة القادرين على إلقاء مثل هذه الدورات في شتى ربوع العالم، فجزاهم الله عنا وعن العلم وطلبة العلم وعن الأئمة والخطباء المشاركين في هذه الدورة خير الجزاء وأكمله وأوفاه في الدنيا والآخرة. ولا يسعنا كذلك إلا أن ندعو الله عز وجل أن يزيد المملكة العربية السعودية بركة وازدهارا، وأن يبقي فيها الأمن والرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين. هذه الدورة كما تعلمون مع قلة أيامها فقد استفاد المشاركون فيها مشاركة عظيمة، ونحن بهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور سعود بن ملوح العنزي على ما قدم من علم صحيح مؤصل
منبثق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدمه في موازين أعماله الصالحة، وأن يجعل ما تجشمه من متاعب ومشاق في سبيل الوصول إلينا وفي إعداد هذه الدورة وإلقائها، أن يجعل ذلك رفعة له في درجات الدنيا والآخرة، وأن يجعل ذلك كفارة لذنوبه وسيئاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا نزال نكرر ونعيد أن جامعة الإحسان تظل أبوابها مفتوحة وصدور مسؤوليها أيضا مفتوحة لاستضافة مثل هذه المناسبات العلمية في كل حين وفي كل وقت على مدار العام بإذن الله تعالى. فبارك الله في المساعي والمجهودات التي بذلت في سبيل تنظيم هذه الدورة وإعدادها وإلقائها. جزا الله الجميع خير الجزاء، وبارك في أعمارهم وأعمالهم، وجعل الجنة مأوانا جميعا. أيها الحضور الكرام، لا نزال مشتاقين إلى حضوركم وعودتكم إلينا في دورة أخرى قادمة، وعسى أن تكون قريبة بإذن الله تعالى. فمسجد الجامعة وأبوابها مفتوحة لكم في كل وقت في حضور هذه الجلسات العلمية الماتعة. شكر الله لكم هذا الحضور وبارك فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء وأنفعه وأعجله في دينكم ودنياكم. بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. كما نشكر جميع الأطراف التي تعاونت في تنفيذ وإنجاح هذه الدورة. فللمشاركين كلمة يلقيها بالنيابة عنهم جميعا فضيلة الدكتور عبد القادر سلة، فليتفضل مشكورا. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا الرواق العلمي في هذه الجامعة، جامعة الإحسان، في هذه الدورة العلمية، ونصلي على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما بعد، فأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الذين شاركوا في هذه الدورة العلمية في أصول أهل السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله سبحانه وتعالى، لا شك أننا قد استفدنا أيما فائدة، استفدنا فائدة علمية جمة في هذه الدورة العلمية بقيادة فضيلة الدكتور سعود بن العنزي أو سعود بن ملوح العنزي، الذي قد استفدنا من شرحه الواسع بعلمه الواسع. فهذه الشروحات العلمية التي تنبع من الينابيع العلمية الثروة، لا شك أننا استفدنا أيما فائدة من هذه الشروحات وهذه التوضيحات النيرة بمذهب أهل السنة والجماعة بما يتعلق بالعقيدة، عقيدة في القرآن، ما يتعلق بالقرآن، وما يتعلق بالحكام وكيفية التعامل مع الحكام. لا شك أننا قد استفدنا فائدة كبيرة، وكذلك إنارة الطريق بما يتعلق بالمخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة. فمن هنا نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى للمنظمين لهذه الدولة، فأولاها الدولة السعودية المعطاء حكومة وشعبا،
من خادم الحرمين الشريفين وولي أهل الأمين إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقائمين على هذه الوزارة بما يعني جادت بها القريحة السعودية النيرة، وبما جادت بها الأيادي السعودية النيرة في تنظيم هذه الدورة في هذه الجامعة. فنقول أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. فلا شك أننا استفدنا من هذه الدورة، ولذلك نشكر الدكتور فضيلة الدكتور المحاضر، كما نشكر زميله، وكما نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المملكة العربية السعودية، ونشكر سفارة السعودية الممثلة في الملحقية بتنظيم هذه الدورة التي تعد من الأدوار الفريدة من نوعها. ونقول لهم هذه الجامعة مفتوحة بمصراعيها لإقامة مثل هذه الدورة العلمية النافعة حقيقة لدعاة غامبيا وللأئمة وللخطباء. ولا يسعني إلى أن نشكر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وكذلك دعاة الوزارة في غامبيا، ونشكر المشاركين أيضا على ما بذلوه من وقت نفيس للاستماع إلى هذه الدورة العلمية النافعة. ونسأل الله أن يشهد دورات غيرها، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. للمجلس الإسلامي الأعلى كلمة يلقيها بالنيابة فضيلة الشيخ علي هشام، يأتي يلقي كلمة نيابة عن المجلس الإسلامي الأعلى نيابة عن رئيس المجلس فضيلة الشيخ عيسى فودي داود. كلمة المجلس الشيخ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله جل وعلا الذي وفق بلاد الحرمين لإقامة مثل هذه المناشط المهمة. في الحقيقة هنا كما لا يخفى على المشايخ هناك برامج أخرى. مفتي ديار موريتانيا في غامبيا الآن وله لقاءات مع شيوخ المجلس، لذلك لم يتيسر لهم الحضور في هذا المكان. وأنا في الحقيقة صغير لأتكلم باسمهم، لكن بما أن الأمر أنيث به فليس لنا إلا أن نحمد الله ونشكر على هذه الخيرات، كما نشكر بلاد الحرمين حقيقة علمونا لا أدري كم الذي درسوا في بلاد الحرمين. حقيقة نحن لا نملك لهم إلا الدعاء. وكذلك نشكر الشيخ الدكتور سعود العنزي الذي حقيقة بذل ما بذل وقدم ما قدم، وزميله المرافق شيخ فارس الزهراني. كما نشكر الدكتور رئيس الجامعة وجميع المشايخ والمشاركين عموما. نسأل الله جل وعلا يتقبل، ونسأل الله أن يكثر من هذه المناصب ويبارك ويحفظ بلاد الحرمين الشريفين، ويحفظ رئيسها ملكها وولي أمرها وجميع شعب المملكة، كما نسأله جل وعلا يحفظ بلاد غامبيا ورئيسها وشعبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شام. فللشيخ المحاضر كلمة شيخ سعود العنزي، نتيه كلمة في هذه الحفلة الافتتاحية. كما نشكره أيضا ونشكر المنسق المرافق له شيخ فارس الزهراني. نتمنى لهما إقامة طيبة مما تبقى
وأن يرجع إلى بلاد الحرمين سالمين غانمين إن شاء الله. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأبدأ بحمد الله جل وعلا والثناء عليه بما هو أهله، أن وفق لإقامة هذه الدورة العلمية المباركة التي ازدانت بوجودكم وتشريفكم وحرصكم وحضوركم على هذه الدورة والاستفادة منها. ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية تحت قيادة وزيرها فضيلة الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله. والشكر موصول حقيقة إلى حكومة هذه البلدة الطيبة غامبيا، فالشكر موصول إلى رئيسها وحكومتها والمجلس الإسلامي، وكذلك أيضا هذه الجامعة المباركة جامعة الإحسان التي حقيقة لها جهود طيبة برئاسة رئيسها فضيلة الدكتور بابا سيسي. أسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء. كما لا يفوتني أيها الإخوة أن أوصيكم وأوصي نفسي بالعلم والحرص عليه وتدارس العلم فيما بينكم أنتم المشايخ والدعاة، والتعاون فيما بينكم من أجل مصلحة الدعوة في هذه البلاد المباركة. ولا شك أيها الإخوة أن زكاة العلم تعليمه، وأنتم قد تعلمتم واستمعتم إلى هذا المتن وهذه الرسالة الطيبة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وما يسر الله عز وجل عليها من تعليقات. فأظن أن هذه الرسالة قد أصبحت واضحة أمام الجميع، معالمها والغاية منها ومسائلها. فأعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تبذلوا زكاة هذا الذي استمعتم إليه وتعلمتموه، وذلك بكل منكم على ما أظن إمام لمسجد أو جامع أو خطيب، وبعضكم أيضا دعاة يلقون محاضرات وكلمات في المساجد. فأعتقد أن عليكم مسؤولية بتعليم الناس لهذا الكتاب، لأن مسائله واضحة وسهلة، والكتاب مختصر، فتستطيع أن تشرحه في مسجدك ويستفيد الناس هذه المسائل وهذه الأصول المهمة. والناس هم في الناحية الشرعية والتعليم أمانة في أعناقنا حقيقة، تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم أمانة في أعناقنا، وينبغي للمؤمن أن يبذل هذه الأمانة. وربنا جل وعلا يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله الله أيها الإخوة بالحرص على تعليم الناس العقيدة الصحيحة، لأن الناس إذا تعلموا بالتعليم اليسير السهل الذي يوصل المعلومة إلى أذهانهم، إذا تعلموا تحصنوا بإذن الله عز وجل، فلا يستطيع بعد ذلك أن يخترقهم دعاة الشر والضلال وأصحاب الأهواء وأصحاب البدع. لا يستطيعون اختراق عقول هؤلاء الناس، لأنهم قد تحصنوا بقال الله وقال رسول الله، تعلموا التوحيد، تعلموا السنة، عظمت أو زاد تعظيمهم للقرآن وللسنة وللعلم الشرعي، لأن الناس يحبون العلم الشرعي القائم على قال الله قال رسول الله.
لأن أي مسلم في بقاع الأرض في الواقع حينما تقول له الحكم الفلاني كذا والدليل عليه قول الله كذا وقول رسوله عليه الصلاة والسلام كذا يسلم ويذعن. والناس ولله الحمد أكثر المسلمين اليوم ولله الحمد مهما كان عندهم من تقصير، ونحن منهم يعني من المقصرين في هذا، لا نزكي أنفسنا، ولكن مهما كان عند المسلمين من تقصير فيظل ولله الحمد تعظيم القرآن والسنة في قلوبهم قائم. ولذلك كما قلت لكم ينبغي أن نوصل هذا العلم إلى الناس، وهذه رسالة، ونحن الأصل أننا حملة هذه الرسالة العظيمة، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، والمسؤولية علينا عظيمة في إيصالها إلى الناس، وفي أيضا إيضاح عظمة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة المباركة ووسطية هذه الشريعة التي هي خير للناس جميعا. هذه الشريعة أيها الإخوة المباركة ليست خيرا على المسلمين فقط، بل إن خيرها وفضلها يعم المسلمين وغيرهم. وللأسف تعرض ديننا إلى شيء من التشويه الذي لا يخفى عليكم من قبل من ينتسبون إلى هذا الدين ويظهرون أنهم من أهل الدعوة ومن أهل الالتزام والاستقامة على هذا الدين، وأنهم من الدعاة إلى الله عز وجل، لكنهم أضروا بالإسلام ضرراً عظيماً فبسبب مخالفاتهم التي لم تكن على وفق الكتاب والسنة. ولهذا المسؤولية علينا عظيمة، نحن أن نعيد الصورة النقية للإسلام، لأن الحفاظ على سمعة الإسلام أمر مهم، وهذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له بعض أصحابه ألا تقتل هؤلاء المنافقين؟ قال لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، حتى لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. فحفاظاً على سمعة الإسلام عند الناس، النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذه المصلحة أعظم من المصلحة المترتبة على قتل فلان أو قتل فلان، لأنه قد ظهر منه الكفر وكذا. فكل هذا حفاظ على سمعة الإسلام، ولذلك نحن سمعة هذا الدين هي أمانة في أعناقنا. المحافظة على سمعة هذا الدين أمانة في أعناقنا بعد أن شوهها من شوهها، ومهما فعلوا ستبقى بإذن الله عز وجل سمعة الإسلام وراية الإسلام نقية. لكن نحن دورنا أن نظهر هذا النقاء وهذه العظمة لهذه الشريعة المباركة المنزلة على محمد عليه الصلاة والسلام. في الختام أتقدم لكم جميعا بالشكر الجزيل على تفضلكم وتكرمكم بحضور هذه الدورة، فأنتم أصحاب الفضل في الواقع، لأنكم قد تكرمتم علينا بحضوركم، وأنتم من شجعنا الحقيقة على الاستمرار في هذه الدورة وعلى العطاء وعلى الدورات القادمة أيضا التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة، لأن الوزارة ومسؤولوها ومسؤوليها حينما يرون هذا الحضور وهذا الحرص من الدعاة فإنهم يكونون حريصين على إقامة مزيد من الدورات النافعة. شكرا وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، ونلتقيكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، حقيقة كل واحد سفير عن مسجده أو عن جامعته أو عن معهده أو في منبر من منابر الإعلام. علينا أن نبلغ ما استفدناه من الشيخ في هذه الأيام المباركة، جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. كما لا ننسى في اختتام هذه الدورة أن نشكر جميع الأطراف الذين تعاونوا
في نجاح هذه الدورة بدءا من المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. كما نشكر أيضا مكتب الملحقية كما قلنا التابع لسفارة خادم الحرمين الشريفين بدكار السنغال على تنسيقهم وتعاونهم معنا، وعلى رأسهم المدير سلمان الفهيد حفظه الله ورعاه. كما لا ننسى أن نشكر الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية. كما نشكر في النهاية حكومة غامبيا وعلى رأسها السيد آدم بارو متعه الله بالصحة والعافية، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. حقيقة الوزارة حاولت معنا كثيرا في تقديم النفقات لهذه الدورة، ففي الختام هناك شهادات تثبت لكم بأنكم شاركتم في هذه الدورة، كما جهزنا أيضا شهادات للضيفين الكريمين، وكذلك بعض الهدايا والجوائز أيضا يعني من الوزارة سوف نسلمها إليكم، وبعض المواصلات إن شاء الله تعالى ستصرف إليكم في نهاية هذه الدورة. كل هذه الخيرات من المملكة العربية السعودية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم أمنها واستقرارها وأن يحفظها من كيد الأعداء وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالآن هناك نماذج من الشهادات، سوف ننادي بعض الأئمة نقدم لهم شهادات نموذجية، بعضها إن شاء الله نوزعها على الأطراف هناك. شيخ محمد الأمين سليمان بارو، شيخ محمد الأمين سليمان بارو، دكتورة تفضل. ويأتي الإمام شيخ إبراهيم سار، شيخ إبراهيم سار. بعدين ما شاء الله شيخ إبراهيم سار. والشيخ الإمام محمد علي جالو، دكتور مودو سيكا الإمام، دكتور مودو سيكا. دكتور عبد القادر سيلا، دكتور عبد القادر سيلا. بعدين معاذ كيبا لندن سانيا، الشيخ عمر فاروق لي، الشيخ عمر فاروق لي. أحمد الحسين باز، سأساعدك مع الأسماء التي سألتها وإياك إن شاء الله. كذلك مصطفى الأمين جولة، محمود محمد صالح،
محمود. الآن إدارة الدورة جهزت شهادات تقديرية وشكر وتذكارية إن شاء الله سوف يعني يتذكرون بها دولة غامبيا وجامعة الإحسان. فنبدأ بالشيخ يعني المنسق الأستاذ فارس بن محمد الزهراني يلقيها يلقيها الشيخ دكتور جواد. نعم شيخنا هو المنسق. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نعم ما شاء الله الله يبارك. وللشيخ المحاضر شهادة أيضا كما قلنا فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور سعود بن ملوك العنزي سوف يعطيه شهادة رئيس الجامعة دكتور بابا سامون سيسي. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. فإذا بهذا نكتفي إن شاء الله. بقية الشهادات موجودة بعد صلاة الظهر إن شاء الله نوزع عليكم بقية الشهادات وكذلك الظروف يعني مواصلات أو نزيد بعد الشهادات يكفي. جزاكم الله خير بارك الله فيكم.